يهدد السلم الاجتماعي. هاد السيد كيصطدم بالانحراف اللي ترسخ خلال 50 سنة، واللي قلنا كان كيحكموا الصراع، واللي هاد الصراع وقع فيه توافق على حساب الطبقات السفلى. صحيح هذا الكلام، ما بقاش النزاع والخلاف في واحد الوقت لأن الكبار من هنا ومن هنا اتفقوا، ولكن اتفقوا باش كل واحد يدير اللي بغى ونسكتوا عليهم كاملين. وهذا الشيء اللي وقع في التعليم. وفي الاخر شكون اللي كيخلص؟ الطالب ديالنا والتلميذ ديالنا. ولهذا كنقول للسيد الوزير، السيد الوزير خلي عليك الامور اللي واعره وصعيبه، سير دابا دير النظام والانضباط. راه الناس باغيين، الاساتذه باغيين، والمعلمين باغيين، والاباء باغيين. ما يبقاش المنطق اللي كان قديم، ما تبقاش المحسوبيه، ما تبقاش الزبونيه، ما يبقاش السكوت على الامور اللي ماشي صحيحه في التعليم. وديك الساعات نوصلوا للامور الاخرى ونتذكروا عليها، نختلفوا عليها ولا نتفقوا عليها. هذا شنو هي السياسه؟ شنو هي السياسه؟ راه لا، هذا هو تيخصك. هذا الشيء اللي قلت للسيد وزير التعليم، قلت له راه انت تقول التعريب ديال سنه وحده يمكن ماشي مشكل، سنه وحده ديال التقنيات، ولكن راه السياسه، راه انت ملي مشيتي للتعريب، مشيتي للفرنسه ديال، راه غادي تشعل النار. وهذاك الشيء اللي كيقدروه هو الرئيس ديال الحكومه. داك الشيء علاش جلاله الملك النهار اللي جاي يختار رئيس الحكومه ما اختارش بالمختار، اختار عبد الله بن كيران. بغا يختار بالمختار كنختارو، كيعرفوا قبل مني. اختارني انا باش انا اللي نقدر. ولهذا راه صيفط له رساله كنقول له هذيك القضيه ديال التعريب ديال الفرنسه ديال ديك السنه خليها علينا الله يخليك دابا وخرها تنعاود نفكروا في داك الشيء، لان انا ما يعني ما على كل حال ما كنتش على علم وما عطاش اهميه.